إلا كنتي كتفكر في المستقبل ونسيتي الحاضر، فهاد المستقبل اللي كتخيل عمرو غيوقع. تأمل مزيان في هاد القولة حيت غنرجعوا ليها مازال. نبداو. غندوي على واحد الحالة كتوقع لبعض الشباب بين 15 و 20 عام، ورجعوا سطر على ديك الكلمة ديال بعض. ماشي كلشي كتوقع ليه هاد الحالة. هاد الفئة من المفترض أنهم يكونوا حركيين، مراهقين، عايشين الحياة، الضحك، النشاط إلى آخره، لأنهم في واحد المرحلة معروفة بالطيش وقلة الوعي. لكن هاد البعض واللي تا هما في نفس المرحلة العمرية كتلقاهم ما مدوزينش هاد المرحلة ديال المراهقة. كتلقى عقله كبير على السن ديالو، الحالة ديالو كتكون بحال اللعبة ديال الشطرنج، التفكير كيكون كتر من الحركات. واللي كيخلي الواحد ما يدوزش من هاد المرحلة هو فاش كيهز المسؤولية وكيخرج يخدم وهو باقي صغير، فاش كيتحقر المرة الأولى والثانية والثالثة وكيغمض عينيه وكيصبر. هنا صديقي كيدخل معاك الزمان بكري، هنا فين كتولي عندك نظرة مختلفة على الحياة، كتولي خاطر وثقيل، ما كتبقاش فيك ديك الخفة، واي بلان غديرو كتضرب ليه 1000 حساب. كتولي تبان لك الحياة من الفوق ماشي من القدام كما من قبل. كتولي تفهم بنادم وتقرا غير من عينيه قبل تا ما يهضر معاك. كتفكر داك التبرهيش اللي كنتي كديرو ايام الطفولة ما كتحملش راسك. كتقول واش انا فعلا كنت كندير هذا الشيء؟ ممكن تكون جالس في الجريده والخضوريه والربيع والجو زوين وما عندك حتى مشكل في حياتك، واكل شارب لابس، عندك الفلوس في جيبك، ولكن داك الشيء كامل ما كيبانش لك. لحقاش واحد الشاشه كبيره خدامه في الداخل ديالك، مخدمه لك فيديوهات على المستقبل المجهول، وكتقطر لك السم على المشاعر ديالك، حتى كتولي كحله ما كتعرف غير القلق والسوداويه. ما كيبانش لك باقي الجمال والسعاده، وكتحس انك متخوف مخنوق، وكتفكر غير تسافر لشي بلاد بعيده باش تستمتع بالمناظر الزوينه ديالها، ونسيتي ان هاد المناظر الزوينه والطبيعه كاينه غير حداك لكن ما شفتيهاش وما حسيتيش بيها، وبانت لك غير المناظر ديال بلاد اخرى. وانت الا مشيتي لديك البلاد اكيد ان عقلك غيكون عاوتاني هنا، وغتولي تفكر في الطبيعه ديال بلادك والمناظر ديالو، وغتكون متشوق ترجع عاوتاني. في نظركم شكون اللي كيخلي الانسان كيشوف وفي نفس الوقت ما كيشوفش، وكيسمع وفي نفس الوقت ما كيسمعش؟ شنو اللي كيخلي الواحد يدوز عمره كامل وهو كيفكر في اللحظه الجايه وكينسى يعيش اللحظه اللي فيه دابا؟ هاد الاسئله كلها محتاجه اللي يجاوب عليها ويحل هاد المشكل، لان اللي كيسول هاد الاسئله حياته عذاب.